طيب ردا على سؤال اتكرر كتير. انا جالي كلية علوم بس خايف ادخلها، او انا جالي كلية علوم وانا حولت، عشان الناس بتخوفني وبتقول لي كلية علوم صعبة وملهاش شغل واللي بيخشها بيسقط وشعره بيبيض والحاجات الغريبة اللي احنا بنسمعها دي. طيب اول حاجة، انا عايزك من البداية خالص ما تسمعش لحد ما دخلش الكلية او خاض التجربة. يعني واحد مثلا سمع من ابن خالته ولا من ابن عمته ان الكلية صعبة وما بيعرفوش ينجحوا فيها وبيجيبوا صفار والحاجات الغريبة اللي احنا بنسمعها دي. لا، الكلية عادي، في ناس بتجيب تقديرات وفي ناس بتخش أقسام، في ناس بترتب وفي حاجات كتير. طب الناس دي عملتها ازاي؟ الناس دي عملتها إن هي فهمت الدكتور محتاج إيه، المادة بتتذاكر ازاي، يعرف يخش الامتحان ويحل ازاي. فهي النقطة كلها إن أنا أعرف أخش الامتحان وأحل. دي أول حاجة. طب بالنسبة للشغل، هل ليها شغل؟ آه ليها شغل. طب هل هو سهل إن أنا أروحه؟ لا، مش سهل إن أنت تخش أي شغل أو تخش أي مجال عامة. طب هل ده بس في علوم؟ لا، ده في كل الكليات عامة، أو في أي كلية أو أي خريج هتلاقيه طالع من الكلية. الدنيا ما تبقاش وردي خالص إن هو يخش أي مصنع أو يخش يشتغل في أي مجال. طيب نقطة الشغل تتحل إزاي؟ أول حاجة محتاج وأنت في خلال فترة الجامعة إنك تشتغل على نفسك. أنت يبقى معاك السوفت سكيلز، تاخد مهارات مطلوبة للسوق على حسب المجال اللي أنت عايز تدخله. يعني مثلا عايز تخش كواليتي أشورنس أو كواليتي كنترول، ففي شهادات بتحتاج تاخدها في الكواليتي عامة. عايز مثلا تخش فود اند سيفتي هيلث كير او كل الكلام ده بيبقى ليها شهادات. طب الشهادات دي اعرفها ازاي؟ عندك لينكد ان، خش ابحث مثلا بالوظيفه اللي انت حابب تشتغلها. مثلا زي هنقول كواليتي كنترول، هتخش تكتب كواليتي كنترول هيظهر لك الناس اللي موجوده في المجال ده، هتلاقي شركات كبيره وغيرها. خش شوف الناس او الاكونت، شوفوا واخد شهادات ايه، شوف الكلام ده او الشهادات دي هتقدر تاخدها وانت في خلال فتره الكليه ولا لا. محتاج تشارك في انشطه طلابيه عشان تتعرف اكتر، تنمي مهاراتك. كل الكلام ده بيخليك لما تيجي تقدم بعد التخرج على اي وظيفه يخلي فرصك في ان انت تتقبل في الوظيفه اعلى. لايك وفولو، سيف للفيديو وابعته لصاحبك اللي محتار يختار القسم، وقول لي في الكومنت لو عندك اي سؤال.